تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. مازن حمادة هو أحد الأسماء التي أصبحت رمزية للمعاناة السورية تحت حكم نظام الأسد. لا تكمن قصة مازن فقط في كونه أحد المعتقلين الذين عانوا في سجون النظام السوري، بل هو أيضا شاهد حي على الانتهاكات التي ارتكبتها النظام بحق المدنيين السوريين منذ بداية الثورة في عام 2011. وكان الخبر المفجع الذي انتشر منذ ساعات قليلة في يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 أعلنت مصادر حقوقية ومصادر مطلعة عن التعرف على جثة مازن حمادة بعد تصفيته في سجون النظام السوري. كان هذا الخبر صدمة جديدة للكثيرين ممن كانوا يأملون في أن مازن قد نجح في النجاة من سجون الأسد، وتم التعرف على جثته في ظروف مريبة، مما يثير التساؤلات حول كيفية تعامل النظام مع المعتقلين السابقين الذين عادوا إلى سوريا بعد هروبهم. ومازن حمادة هو ناشط سوري من مدينة دير الزور الواقعة في الشمال الشرقي من سوريا. اشتهر بمشاركته الفعالة في الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في بداية الثورة السورية. كان مازن في البداية أحد المدنيين العاديين الذين لم يكن النظام يعيرهم أي اهتمام، إلا أن تحركاته الثورية ورفضه للاستسلام للظلم جعله هدفا للنظام. ثم اعتقل مازن حمادة في أكثر من مرة خلال سنوات الثورة السورية، وكان أول اعتقال له في عام 2011، إلا أن اعتقاله الأخير في سجن المخابرات الجوية بدمشق في عام 2012 كان الأكثر قسوة. مكث في هذا السجن حتى عام 2014، وخلال تلك الفترة كان يتعرض للمعاملة القاسية، حيث وصف مازن في العديد من مقابلاته مع وسائل الإعلام والمحققين الحقوقيين كيف كانت عملية التعذيب تتنوع بين الضرب المبرح، الحرمان من النوم، الصدمات الكهربائية، والمعاملة اللا معقولة من قبل عناصر الأمن السوري. لقد كان مازن شاهد على العديد من الانتهاكات المروعة في سجون الأسد، وتعد شهادة مازن من الشهادات الهامة التي وثقت الواقع القاسي في سجون السورية منذ بداية الثورة. وبعد سنوات من المعاناة نجح مازن في الهروب من قبضة النظام السوري، وكان ذلك بعد خروجه من سجن المخابرات الجوية، ومن هنا بدأ رحلته إلى اللجوء في ألمانيا، حيث تمكن من الحصول على اللجوء السياسي بسبب ما تعرض له في السجون. وفي ألمانيا تمكن مازن من بناء حياة جديدة، ولكنه لم ينسى أبدا ما مر به في سوريا، حيث استمر في تقديم شهاداته حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام. وفي خطوة غير متوقعة فاجأ مازن الجميع بعودته إلى دمشق في فبراير 2020. كانت عودته موضوع تساؤل كثير، حيث لم يعرف سبب عودته في تلك اللحظة. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.